نقول الحمد لله والشكر، رجعنا وعدنا بعد 3 هزائم. هاي لو مرة بتاريخ القوجة 3 هزائم وصعبة. 5 مباريات ثلاث هزائم ما علي بالله، بس اقول لك اخر لاين مرة صار عندنا بتاريخ القوجة 3 هزائم، بس ان شاء الله العودة كانت جيدة، اضافة لا كنا باستطاعنا نجيب اهداف اكثر، بس اعتمدنا على بين نخفف الجهد على لاعبينا، شوف تبديلاتنا صارت اكثر، لذلك صار اجت الهدفين، بس نقول الحمد لله حققنا الفوز وهو المراد، وان شاء الله التوفيق للجميع. ابو مهدي الفوز مهم، كجهاز فني مقتنعين باداء اليوم، اداء الفريق صراحه؟ انا بصراحه هسه اقول لك احنا ليش احنا لحد الدقيقه 60 او 75 الفريق مسيطر على المباراه ولاعب راحته وضاغط سلاح، وقلت لك ليش؟ قلت لك حبينا نعمل الحيازه والاحتفاظ بالكره ونبدا الهجوم على كيفنا بالاسلوب نريده، احنا نريده وفضلنا، بس نقول الحمد لله صارت اخطاء بسيطه، وهاي ضربه الجزاء ما تعرف بها شلون صار، وان شاء الله القادم افضل. نتمنى لكم كل شكرا جزيلا. شكرا. اعتقد 3 نقاط مهمه خصوصا من البصره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر على هذا الفوز، مبروك النهار لك نادي نفط البصره، مبروك لجمهورنا اللي حضر واللي انتظرنا واللي يساندنا دائما، مبروك الكادر التدريبي، مبروك اللاعبين. تعرف الفريق يعني يمر بضغوطات خاصه بعد الخساره امام نادي زاخو، مثل ما شفت خساره غير مستحقه، لكن هناك بعض الاخطاء الفريق كامل يتحملها. الحمد لله والشكر قدرنا نعود اليوم، عدنا بعد 5 مباريات نقاتل حتى المباراة النهائية، الدوري بعد ما محسوم، بعد قلت لك 5 مباريات من 15 نقطة تقريبا. الخصم عنده مباريات، المنافس انه عنده مباريات تعادل. الحمد لله والشكر، احنا نفوز والباقي من رب العالمين. تعرف الزوراء دخل ضمن بالمنافسة، منافسة حلوة، احنا نفوز والباقي من رب العالمين، ان شاء الله ننافس حتى المباراة النهائية. من رسالة لجمهوركم اللي حضر اليوم رغم المسافة وحرارة؟ اكيد احنا جمهورنا وين ما نروح، نعرفنا بالبصرة بزاخو، كل جمهورنا جمهور القوة الجوية وين ما تروح تلقيهم مساندين القوة الجوية، ودائما هم يحبون الفوز، فاكيد بالخسارة اكيد يضوجون وحقهم علينا، احنا نعتذر منهم، وان شاء الله يا رب قلت لك هاي المباراة تجي ان شاء الله نفوز مثل ما شفت اليوم، فوز صح استحواذ كلنا، لكن اخطاء بسيطه ايضا جاء علينا هدفين، لكن الحمد لله والشكر، والاهم 3 نقاط، ان شاء الله نفكر بالمباراه تجي. تتمنى لكم كل